الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. هنعمل مع بعض النهارده طعميه. ده فول مدشوش ربع كيلو. جبته وغسلته كويس بعد ما نقيته ونقعته في الميه من بالليل لما بقى طري كده. هنبدا مع بعض نعمل الطريقه. اول حاجه هنجيب كرات مغسول طبعا كويس قوي، وهبدا اقطعه قطع صغيره كده. القطع الصغيره دي بس عشان تسهل عليا عمليه الفرم. بعد كده هتجيب كزبره مغسوله. بعد ما تغسلوا اي خضره، بعد ما تغسليها لازم تنقيها، عشان ساعات بيبقى فيها حاجات دبلانه من جوه او حاجات بايظه، فبتنقيها كويس قوي علشان تضمني ان الخضره اللي انت بتقطعيها نظيفه 100%. بتلاقي بعد عود يعني كده ايه عايزه ترمي، فبتنضفيها كويس. بعد كده بجيب بصله متوسطه وبقطعها برضو قطع كده. بعد كده بجيب راس توم صغيره وبقشرها واقطعها برضو كده ايه انصاص. هجيب بقى الفول المدشوش وهبدأ احط عليه كل الحاجة اللي انا جهزتها. ده الكرات، يبقى كرات، وهحط كمان كزبرة. انا كنت عاملة ربطة كاملة حطيت نصها، والبصلة الصغيرة المفرومة او المتقطعة قطع. وبعدين هحط الثوم، وبعد كده هحط شوية ملح، وبعدين كزبرة ناشفه. بعد ما افرمها هحط عليها تاني كزبره ناشفه، هقلبهم بس كويس قوي. انا هديها فرمه في الكبه، والفرمه التانية هديها لها في شفشق الخلاط، وهحط عليها شويه ميه صغيرين قوي لما اجي اضربها في شفشق الخلاط، علشان تبقى تديني القوام اللي انا بشوفه بره. في ناس بتحط عليها عيش مبلول، بيقولوا ان هي بتتعمل بره كده يعني. ففكره العيش المبلول دي بصراحه انا مش هعملها، هم بيقولوا المطاعم بتعملها كده. انا بقى خلاص حطيتها في الكبه وهضربها، وبعد كده ايه في شفشق الخلاط كده. خلاص اهي بعد ما ضربتها شايفين حطيت عليها شويه ميه صغيرين في شفشق الخلاط بعد كده، وفرمتها فيه تاني. الزيت على النار مقدوح، ببدا احط فيه الطعميه. انا عملت دور في الاول كده، كنت بشوف مظبوطه ولا لا، لقيتها مظبوطه 100%. عايزه اقول بس حاجه مهمه، عشان بس الكاميرا ما جابتهاش، كانت فصلت مني. انا حطيت نص معلقه بيكنج باودر على عجينه الطعميه. ممكن تستبدليها برشه صغيره قوي من الكربونات الصوديوم لو ما عندكيش بيكنج باودر. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي. انا طبعا هعمل على قد الفطار، وبقيه العجينه هشيلها في التلاجة، وقت ما عاوز هطلع هعمل منها. دي طبعا واحده مستويه اهي. وبكده انا خلاص عملت الطعميه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه تفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل جديد.